هلا والله أعزائي المشاهدين. قبل فترة حصل تحدي شبه رسمي وصل تقريبا ناتج الأرباح من الجولة قرابة 1,000,000. الله يزيدهم ويرزقهم. اليوم نفس الشخص ومع سلمان بن خالد راح يكون عندهم تحدي بنفس طريقة الألباني مع يوسف الباكستاني، وبدأ حشد الداعمين من اليوم حتى يوم الجمعة اللي هو تقريبا أو يوم الخميس تاريخ التحدي. من اللي بيجي معاك؟ احنا بناقد خل 4 جولة رسمية، من اللي بيجي معاك؟ اكيد بيجيب واحد. حلو، بتجيب واحد. انا ما ادخل مع نساء، هذا اول شيء. يوسف احنا يوسف تبيها جولة ولا جولتين اول شيء؟ بنخليها جولة تاريخ 10. طيب انا اقول لك كلمة قدام الناس، بعد اذا فزت علي اعتزل البرنامج. من عيوني. لو خسرت؟ انت لو خسرت تعتزل البرنامج؟ اوكي، لو انت خسرت نفس الشيء اعتزل البرنامج. أنا مو جاي استبق الأحداث وأعلق على الجولة، تعرفوني أنا أعلق على الحدث بعد حدوثه وليس قبل. ولكن أنا اليوم عندي ملاحظات وتعليق إنساني يخص قعيد والمشاهير اللي يسوون تحديات رسمية والداعمين اللي يرمون ملايين النقاط يمين ويسار على الحكم الأول تاكل بيضة نيئة. خذوا مني هذا الاقتراح الإنساني. ليش ما تستجيبون لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده ببدء الحملة الشعبية لإغاثة منكوبين سوريا وتركيا من الزلازل؟ ساهم ويكون دخل التحدي هذا والأرباح الناتجة عنه يذهب لصالح هذه الحملة لإغاثة أهلنا في سوريا وتركيا اللي ما زال بعضهم تحت الأنقاض. أين هؤلاء الداعمين الذين يتشدقون ليلا ونهارا في البرنامج أنهم يساعدون المحتاجين والمساكين ويقدمون المساعدات الخيرية للناس؟ أينكم من مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا؟ أينكم عن تنظيم جولات خيرية يروح ريعها لصالح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وأي دولة في العالم، خصوصا بعد ما صارت الحملة رسمية بتوجيه من الملك عن طريق منصة ساهم؟ أين المبادرات الإنسانية والمجتمعية والخيرية عنكم؟ ملايين الدولارات بشكل متكرر خلال سنة أو سنتين لشخص أو شخصين بشكل مستمر. أينكم عن هؤلاء المنكوبين؟ ملايين تنزل، نفس الأشخاص، نفس اللعبة، نفس الهدف، نفس الحكم يوميا. بس إذا الموضوع متعلق بحالات إنسانية، مبادرات مجتمعية، مساهمات خيرية، إغاثة، الداعمين لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم. هذه حملة شعبية ورسمية بتوجيهات الملك ولي عهد الله يحفظهم، وعندنا أشقاء عرب ومسلمين تحت الأنقاض. وبما أنكم مصرين تسوون تحديات ولعب بالملايين أثناء هذه الكوارث اللي صارت في المنطقة، فأقل واجب أنه يروح مدخول هذه التحديات لصالح منصة ساهم لإغاثة إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا. هل تقدرون أنتم داعمينكم على ذلك؟ كلمة أخيرة، هل رأيتم أحد من مشاهير البث أو الداعمين الكبار تكلم عن موضوع زلزال سوريا أو قدم شيء أو مساعدة أو سوى جولة تحدي خيرية يروح ناتجها لصالحهم؟ مستحيل، ما شفت. يا ريت نتعلم من مشاهير الغرب. في أبسط كارثة تبدأ تشوفهم يسوون حملات إغاثية عن طريق الدونيشن، جمع التبرعات. أغلب مشاهيرهم بنفس الطريقة، وأصلا البثوث والدعم اللي يجي في البثوث وكذا بالأساس كانت عبارة عن دونيشن كمساعدة يجمعوا فيها تبرعات للناس المحتاجة. ويعلم الله أني مسوي هذه الحلقة لأهداف إنسانية نبيلة، والله يعلم ما في قلبي. بالنسبة اللي حيجي يقول ليش ما تبدأ أنت، ليش ما سويت أنت، أنا نفسي حالة إنسانية. يعني أنا خلال شهر ماني قادر أجمع $200، أنا ما عندي داعمين، أنا كل اللي يجيني دعم من المتابعين. فأنا يوم أطلع أقول تعالوا نسوي حملة، يعني المتابع بيقول يا الله أنا جالس أحاول أساعدك أنت، فكيف تبغاني أقدم؟ يعني أنا ألوم الناس اللي عندهم القدرة أنهم يجمعون المساعدات للناس هذول والناس المشاهير واللي عندهم داعمين بالملايين. أنا والأشخاص العاديين ما ينطبق علينا هذا الشيء، لأنه حين على قد حالنا، يعني يلا نساعد نفسنا. شكرا للمشاهدة.